ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. يقول الناس بتفتكر ان دي بيقف من حرية الإنسان في التدين، هو على دين يرتد، دي بتسيبه هو حر يعمل الدين. قال لك لا، ما دام دخل في ديني انا بقول له رد بالك انك انت لو اسلمت وهترجع على الاسلام هنقتلك. يبقى معنى ذلك انا بشجعه على انه يدخل الاسلام ولا يحتاط في ان يدخل الاسلام؟ يحتاط. يحتاط في ان يدخل الاسلام، لان تبعات خروجه من الاسلام صعبه. يبقى انا ما خدتش الاسلام ده بقى ايه؟ ده انا بقول له لا ابعد يا اخويا، ما كنتش واثق من نفسك تمام على انك انت هتظل على الاسلام، انا هقتلك. فلما يعرف كده يقول لما يجي يدخل الاسلام لا يدخلوش الا ايه؟ الا واثق بان ما عند الله خير وايه؟ وخير وابقى. وما تبقاش تبعي وتكسر منهج اسلامي، لا يبقى بعيد عني واعمل اللي على كيفك. نعم. ومن هم المرتدون؟ الذي آمن ثم كفر، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، ارتد عن دينه. نعم. ولذلك كلمة الردة دي معناها أنه كان على دين حق فتركه وذهب إلى دين باطل. نقول له ده مش طعن، مش ضد الحرية الشخصية، لأن الحرية الشخصية كفلها الأول، قال له لا تدخل أي دين إلا وأنت مقتنع بأن هذا هو خير دين، هو ده. يبقى أنا معناه مش بجيب الناس بغروهم، ده أنا بكفرهم حتى علشان ما يدخلوش إلا إذا كانوا يعني أقوياء.